السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ زي ما قلت لكم كده الفيديو اللي فات، انا كنت مقسمه على جزئين. وده الجزء التاني بتاعه، وهعمل معاكم ان شاء الله محشي ورق العنب. وهعمل كمان لحمة بالبصل. هوريكم يعني الفطار بتاعنا وكده اللي انا هعمله. انا كنت عملت الفطار ده بعد الفطار، يعني كنت عملت الاكل ده بعد الفطار. لان زي ما قلت لكم انا بصحى متاخر جدا، وطبعا لف المحشي هياخد وقت مني، ومع سليم وسفيان وكده هيبقى الموضوع صعب. فانا دايما لما بيبقى في حاجه ينفع ان انا اعملها من قبلها بيوم بعد الفطار، آم، آم، بعملها، بسهل على نفسي. يعني بجهز كل حاجة. لو في لحمة مثلا هتتعمل بسويها نص تسوية، وبعدين بكمل سواها لما بصحى تاني يوم. لو في محشي بلفه من قبلها بيوم وبسويه على الفطار على طول تاني يوم كده يعني. بس انا هنا كنت بعمل الاكل ده بعد الفطار. قطعت بقى الخضار اللي هستخدمه كله للمحشي وللحمه. يعني انا هحط مثلا طماطم للتسبيكه بتاعه المحشي، وهحط بصل طبعا. وبرده في اللحمه بالبصل هحط طماطم، وهحط بصل، وهحط فلفل. بس فقطعت كل الخضار. وانا زي ما قلت لكم برضو قبل كده، دايما اما تيجوا تقطعوا خضار ممكن ينزل ميه او يعمل ريحه في باسكت الزباله. قطعوا في كيس كده او في طبق زي ما انتوا عايزين يعني. خلوا جنبكم كيس كده حطوا فيه الزباله بتاعت الحاجه كلها، قشر البصل والحاجات اللي هتنزل ميه كلها. فانا جبت كيس قطعت فيه، قشرت فيه البصل، وقطعت الطماطم، راس الطماطم والفلفل والكلام ده. وغسلت بقى الخضار بتاعي غسلة حلوة كده، وحطيته في طبق جنبي، وهاخد بقى منه على حسب الحاجة اللي هعملها. وبقية الخضار ده لفيته كده بالستريتش عشان ما يبصش في التلاجة. لو يعني الخضار دايما غطوه، انا دايما بحطه عندي علبة بلاستيك كده فيها مصفى للخضار، بحط فيها الخضار، بس هي ما كانتش فاضية. فحطيت بقية الخضار ده في علبة كده وحطيته في التلاجة، غطيته بالستريتش وحطيته في التلاجة. هنا بقى كنت ابتديت هعمل اللحمة بالبصل. بصوا يا جماعة، أنا دايما يعني يعني تقريبا من ساعة ما جبت سليم وسفيان يعني ودايما اللي معاهم أطفال هم اللي هيحسوا بيا يعني وباللي بقوله. أنا بحاول أعمل الأكل دايما بأسهل طريقة ممكنة. يعني برضو في نفس الوقت اخلي طعمه حلو. بس بحاول اعمل اسهل حاجة، اكتر حاجة تسهل عليا. يعني مثلا ايه؟ اللحمة بالبصل دي، في ناس بتعمل، طبعا كل واحد حر في طريقته، كل واحد بيطبخ بالطريقة اللي بتريحه وبالطعم اللي بيريحه. بس انا بالنسبة لي دي طريقة يعني مش حاساها فارقة قوي عن الطريقة اللي معظم الناس بتستخدمها. يعني مثلا اللحم، انا الطريقة دي على فكرة متعلمها من ماما الله يرحمها. انا كل اكلي متعلماه من ماما الله يرحمها. عايزاكم كده بقى تدعوا لها وقولوا لها الفاتحة ينوبكم ثواب يعني. ربنا يرحمها ويرحم ابويا ويرحم امواتنا جميعا. بس فانا اللحمه دي بعملها ازاي؟ انا بحط كل حاجه على بعض. حطيت البصل، قطعته 4 وكل الخضار اللي انا بقول لكم عليه ده، يعني كل الخضار اللي انتوا شايفينه دلوقتي في الصينيه ده، في الاخر خالص لما اللحمه هتستوي وهتدبل، كل ده مش هيبان اصلا. يعني انا مقطعه 4 مش في ناس بتبشره وفي ناس بتخرطه رفيع، ولا هتفرق. بقطع البصلايه 4 يعني انا في اللحمه دي حطيت بصلتين، وحطيت طماطمايه، وحطيت قرن الفلفل، وحطيت قرن فلفل رومي، واللحمه والسمنه كله مع بعض، وفصين حبهان، وواحدتين ورق لورا، وقلبتهم كده مع بعض وايه، وسبتهم ينزلوا. يعني هسيبهم بقى ينزلوا ميتهم لحد ما الميه تنشف خالص، وارجع ايه ازود ميه. هنا بقى كنت بدأت اعمل التسبيكه بتاعه المحشي الورق العنب. اهو بصوا هنا، قلت ابص عليها بصه، لسه اللحمه فيها ميه، هستنى لما تشرب الميه دي كلها وبعدين ازود لها ميه. التسبيكه بقى ايه؟ انا فرمت البصل. انا بعمل التسبيكه بتاعه الورق العنب والممبار زي بعض تقريبا، مع اختلاف حاجات بسيطه. يعني دي تسبيكه الورق العنب دي انا بفرم بصل، بعملها ني في ني. بفرم بصل وحطيت معاه في نفس الكبة عادي برضو، عشان ما تقعدوش تعملوا في مواعين ومش عارف ايه والكلام ده. حطيت بعد ما البصل اتفرم شويه، قمت مزوده الطماطم وفرماها. وغسله الرز طبعا، وكنت الخضره مقطعاها وكانت جاهزه عندي. وكنت غسله الرز، حطيت الخضره على الطماطم، على
الخضرة قصدي، على الطماطم، على الرز، وزودت صلصة. انا دايما بعمل محشي ورق العنب صلصته زيادة عن الطماطم. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا استخدمت في الخلطة دي 3 طماطميات ونص تقريبا برطمان صلصة. وطبعا حطيت شوية زيت وحطيت ملح وهحط التوابل بقى. حطيت فلفل اسود وهحط بهارات مشكلة اللي هي 7 بهارات ونعناع ناشف. انا برضو الخلطة بتاعه المحشي كلها انا لا بحط بابريكا ولا بحط مش عارفة ايه ولا الكلام ده كله، انا ما بعملوش خالص. وبرضو الخلطة دي انا متعلماها من امي الله يرحمها، وبرضو جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. بس انا حطيت هنا بقى الملح والفلفل وسبع بهارات ونعناع ناشف فرمته بس، وقلبت وشوية زيت، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه. بس كده بقت الخلطة عندي جاهزة. مفيش اسهل من كده، ولا نقعد بقى نفتي. يعني سهلوا على نفسكم يا جماعة، يعني يومنا مش هيضيع في المطبخ ماشي. ودايما لما تعملوا اكل برضو يعني حاولوا تعملوا اكل يكفي مثلا يومين، بدل ما تعملوا كل يوم. طبعا كل واحد برضو حر، بس انا دايما بعمل الاكل بصراحة بيكفي يعني يومين لو فض. يعني حتى لو ما فضش وفض حاجة بسيطة، اسهل على نفسي تاني يوم ازود حاجة بسيطة جنبها. هنا بصوا بصيت على اللحمة لقيتها خلاص شربت المية بتاعتها و... ومحتاجة بقى ازود لها مية. زودت لها مية، ممكن تسيبوها تتلسع سنة عشان يبقى الصوص بني غامق، وبعدين تزودوا لها الميه. بس انا بصراحه زودت لها الميه في يعني على طول، ما استنيتهاش تتلسع قوي، لان كده كده في الاخر برضو بسيبها تاخد لسعه بسيطه كده، برضو بيبقى الصوص لونه بني. هنا بقى انا كنت طلعت الورق العنب من الديب فريزر. انا بسلقه زي ما هو كده بربطته. بتسخنوا ميه، تغلوا ميه وتسقطوا فيها الورق العنب لمده بالظبط 3 دقايق بس، مجرد يتغير لونه. اول ما يتغير لونه تطلعوه من الميه وتسيبوه بنفس لفته، بنفس ربطته، بنفس شكله كده. حطوه في مصفى، سيبوه يصفي الميه اللي اتسلق فيها، وتخلوه زي ما هو كده. ما يعني عشان شكله يعني ما يبقاش مطبق، عشان ما يتكسرش لما يتجمد في الفريزر. بس بعد ما بسلقه بسيبه يصفي ميته، وبعدين بشيله في كيس زي ما انتوا شفتوا كده، وبحطه في الديب فريزر. وخلوا بالكم وهو في الديب فريزر او في الفريزر ما تقعدوش تخبطوا فيه كتير، او تخلوا حاجة جنبه تخبط فيه او كده، عشان هو بيتكسر. عشان لما بيبقى مجمد طبعا الورق ده بيبقى رقيق جدا وبيتكسر. انا بقى طلعته ما بياخدش وقت على ما بيفك، يعني مش زي الكرومب. ما بياخدش، ما فيش يعني ساعة زمن وهتلاقوه فك خالص. بس حطيته بقى في طبق وكل ربطة فكتها بقيت افكها كده. واشيل العنقود بتاعها. العنقود شيلوه يعني بالراحة، عشان برضو الورقة ما تتقطعش في ايديكم. تمسكوا كده. يعني بصوا انا بقيت عماله اطبق فيه كده زي ما تكونوا بتفرزوا حاجه، او بتطبقوا غسيل او كده. في ساعات بمسكهم كده على بعض لما ببقى مستعجله، بمسك الورق كده على بعضه مره واحده. بقص العنقود ده بالمقص. بس عشان كان الورق مش مترتب. وكده كده ما خدش مني وقت خالص، يعني مفيش 5 دقايق كنت مخلصه كله. بقيت بصوا بمسك بالراحه كده ورقه ورقه واشيل العنقود بتاعها واطبقها على الورقه اللي قبليها، عشان بعد ما اخلص شيل كل العناقيد دي ارجعهم تاني يبقوا بنفس ترتيبهم بنفس رصتهم، ما يغلبونيش عشان اطلع الورقه الفها. وزي ما قلت لكم اسلقوه في ميه بس، مجرد يغير لونه. ده في ناس بتخزنه من غير ما يتسلق. انا بصراحه الطريقه اللي متعوده عليها من زمان ان انا لازم اسلقه واشيله واشيله يعني مسلوق. ما جربتش بصراحه خالص ان انا اشيله وهو مش مسلوق. بس فشوفوا انتوا الطريقه اللي تريحكم خزنوه بيها، مش عايزين تخزنوه عايزين تجيبوه فريش وتعملوه في ساعتها برضو اللي يريحكم. هنا بقى جبت الخلطة وجبت الطبق الورق وابتديت الف. برضو يا جماعة ما تغلبوش نفسكم في اللف. يعني انا ما بعرفش الف ورق العنب الا على طبق بصراحة. بجيب طبق صغير كده واحطه قدامي وافرد عليه الورق بيبقى براحتي. يعني انما على ايدي دي بحس ان الورقة مش ماسكة نفسها، مش مالكة نفسها كده وصايصة من بعضها.
بحط الرز وبطبق كده الورق وبلف على طول وبعمل صباع وبيطلع صغير زي ما انتوا شايفين مش كبير. حط حبة رز صغيرين وتطبقوه. اهم حاجة ما يبقاش فيه منفذ ان الرز يخرج منه. هتقعدوا بقى تغلبوا نفسكم بالورقة والقلم والمسطرة وتقيسوا المحشية ومش عارف ايه، مش هتخلصوا. انا زي ما قلت لكم انا بحب اسهل على نفسي وانجز نفسي. واللي هو ايه يعني، بصوا بطبقها كده حتى على بعض من الجناب، ما لا بفرد الورقه عدل ولا اي حاجه. اهم حاجه لو الورقه كبيره ممكن تقسموها نصين، ولو في ورقتين مقطوعين ومش هينفع ان انتوا مثلا تحشوهم، حطوا الورقتين فوق بعض. وفاهمين زي ما تكونوا بترقعوا حاجه كده يعني. اهم حاجه ما ترموش حاجه من الاكل يا جماعه، عشان حرام يعني الاكل ما يترميش. يعني انا عايزه اقول لكم المحشي ده كله والله اللي هتشوفوه في الاخر ما رميت منه تقريبا غير ورقه. بس انا وريتكم اهو كذا واحده عشان تشوفوا برضو انا بلف ازاي، ووريتكم من كذا زاويه. انا كنت غيرت مكان الكاميرا عشان تشوفوا برضو من ناحيه تانية ازاي انا بلفه. انا طبعا زي ما بقول لكم انا مش بعمل فيها استاذه ولا حاجه عليكم، انتوا اساتذه واحسن مني بكتير، وانا لسه يعني مبتدئه في المطبخ برضو مش. بس انا زي ما قلت لكم كده، سليم وسفيان من ساعه ما ربنا كرمني بيهم وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل الحاجات في اقل وقت وباقل مجهود. هنا بقى كنت خلصت خلاص الكميه كلها. جبت بقى حله عشان ارص فيها. انا دايما بحط في قعر اي حله هحشي فيها محشي، بحط فيها شرايح طماطم وشرايح بصل وبحط شويه زيت صغيرين. ده اللي انا يعني متعوده عليه. في ناس بتحب تحط عيدان الورق العنب، في ناس بتحط الورق نفسه بتاع الورق العنب، في ناس بتحط بقى يعني لما بتيجي حتى تحشي كرنب بتحط برضو العناقيد بتاعه الكرنب. في ناس بتحط خضره، كل واحد يحط اللي يريحه واللي بيحبه. انا عن نفسي برضو متعوده على ان انا احط شرايح طماطم وبصل، لان انا بحب طعمهم اصلا بعد كمان ما المحشي بيستوي. يعني يعني انا باكل الطماطم والبصل دول مع المحشي نفسه. بس فكل واحد يحط اللي يريحه. حطيت بقى الزيت وبرده حطيت المحشي، لا رصيته ولا ستفته واحدة واحدة ولا اي حاجة، رميته كده. انا يعني كده كده كله في الاخر هيتاكل يعني، مش لازم طبعا لو هتعملوا بقى انتوا عزومة بقى وعايزين حاجة شكلها شيك ومش عارف ايه رصوا. بس انا ما يعني ال5 دقايق بيفرقوا معايا بصراحة، فرميت كده الورق. بصوا حتى لما بحطه الورق ما يعني الصباع ما بيفكش لان انا حاكماه كويس في اللف. بس حطيت بقى الصوابع كلها ورصيتها كده، وزي ما انتوا شايفين الحمد لله ما فيش حاجة فكت منها يعني. اتبقى عندي بقى شوية خلطة، شلتهم في كيس وحطيتهم في الفريزر. قلت برضو ايه لو احتجت ان انا استخدمهم في اي حاجة تاني بعد كده بستخدمهم. وحطيت شوية من الصوص بتاع الخلطة كده اللي باقي، حطيته على ال على المحشي يعني، على الحلة يديله ايه برضو طعم كده ومزازة يعني. بس حطيته بقى على النار وهحط عليه بقى المرقة. عندكم شوربة حطوا، عندكم عايزين تحطوا مرقة حطوا اللي انتوا عايزينه. انا الكمية دي تقريبا حطيت لها واحدة يعني مكعب ونص مرقة. ولا بدوبه في مية ولا اي حاجة، بكسره كده وبحطه فوق الوش برضو عشان اسهل على نفسي وما اعملش مواعين كتير. غليت شوية مية في الكتل وبقيت قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. هي هتدوب اساسا كده كده من المية ومن السخونية وكده وهتتوزع. وبرضو بحب احط له فص ثوم كده فوق الوش يديله طعم وريحة. قطعت فوق الوش كده فص الثوم وشغلت عليه النار وحطيت المية بتحطوها لغاية ما تغطوا يعني قبل الصف الأخير من المحشي عشان ما يعجنش ويبقى مش حلو يعني. هو بس كده لغاية حبة لغاية قبل آخر صف كده بحاجة بسيطة وخلاص على كده. بس وتعلوا النار عليه. وتسيبوه بقى يستوي يعني، تخلوا النار عالية عليه لغاية لما يتشرب ميته. واول ما يتشرب ميته تقوموا مهدين عليه النار، وهو بيقعد تقريبا نص ساعة على النار يعني بالكثير. قلت بقى اعمل شويه سلطه زبادي، لان المحشي الورق العنب بنحب جنبيه بصراحه سلطه الزبادي. حطيت علبتين زبادي وحطيت فص ثوم. احنا ما بنحبش الثوم كتير في الحاجه، ما بنحبش طعم الثوم باين قوي، فحطيت فص ثوم واحد بشرته كده. وحطيت شويه ملح وشويه خل وشويه نعناع ناشف برضو ايه بايدي كده ايه فركتهم عليهم.
بس كده، دي سلطة الزبادي وقطعت عليها خيار. الخيار بقى في ناس بتبشره وفي ناس يعني كل واحد على حسب التقطيع اللي بيحبها. انا بحب اقطعه زي السلطة كده مكعبات عادي، عشان برضو احس بطعم الخيار. يعني بحب ارقش الخيار كده مع مع سلطة الزبادي. بس هو الاصح طبعا ان هو يتبشر. ده بقى المحشي كان بيغلي، ودي اللحمه. بصوا انا ولا سبتها تتلسع ولا اي حاجه، بس بصوا الصوص بقى بني ازاي. هنا كانت استوت بقى، زودت لها الملح وقلبتها تقليبه كده. بصوا يعني اساسا الحته بقت اتفتفتت من كتر ما هي، بصوا دايبه ازاي. ولا بسلق لحمه قبليها ولا اي حاجه، والصوص بقى بني. وهنا المحشي تقريبا كان خلاص برضو استوى، داخل في استوى. اه بصوا يا جماعة، يعني كانت ريحتها اصلا قلب الشقة. عايزين تحطوها بقى في الفرن شوية تتلسع من على الوش، حطوها. بس انا كان خلاص ما فيش وقت بصراحة، فما لحقتش احطها في الفرن. آه بس ده كده المحشي كان استوى اهو. قلبته في بصوا ما فيش ولا واحدة مفكوكة، ولا رز طالع بره، ولا الهوا. وعايزة اقول لكم، ولا حطيت عليه طبق اكبسه بيه ولا الكلام ده كله. وانا على فكرة بحب محشي الورق العنب بارد، ما بحبوش سخن. يعني انا يعني احبه سخن بس دافي، اللي هو ايه، ما يبقاش سخن مولع قوي كده. فانا اكلت منه بصراحه بسيطه على الفطار، واستنيت بقى بعد ما هدي شويه وغرفت بقى وكلت حبه حلوين يعني. بس الطماطم والبصل دول بيبقى طعمهم تحفه. انا بحب بصراحه طعمهم مع المحشي قوي. بس حطيت بقى طبق لحمه. بصوا شكلها عامل ازاي يا جماعه، كانت تحفه، فظيعه فظيعه فظيعه. وحطيت بقى شويه مخلل وسلطه الزبادي وظبطت الدنيا. احنا الصينيه دي بناكل فيها، ما يعني عشان انا وعمرو بس، ما فيش يعني ناس كتير بتاكل. وكده كده العيال برضو ما بياكلوش معانا، يعني بيقعدوا يتفرجوا علينا. باكلهم دايما يا قبل ما بناكل يا بعد ما بناكل يعني. أه بس خلصنا بقى هنا، كنا خلصنا اكل. وطلعت بقى تمر عشان ايه، اجهز للمعمول. فطلعته من الفريزر، هو كان في الفريزر، طلعته قلت يفك على ما ايه ما شطب المواعين دي واخلص بصوا دي المواعين اللي اصلا طلعت لي بس من الفطار. يعني مفيش مواعين كتير ولا حاجه، ما خدوش مني اصلا 5 دقايق، يعني غسلتهم في السريع. قلت بس افضي ايه المطبقيه دي بالمره، عشان ايه تبقى الدنيا رايقه كده حواليا. ما بحبش المطبخ بصراحه. انا يعني ما بستنيش، انا بقوم بعد الفطار بقوم الم الدنيا على طول، ما بستناش بقى واقعد ومش عارف ايه، بكسل. بخليها في حماوتها كده يعني ايه. عشان انا دايما بصراحه سفيان وسليم موتريني وبيبقوا مخليني على اعصابي. ببقى عايزه دايما ابقى مخلصه اللي ورايا في وقت ما هم ساكتين، عشان لو زنوا في اي لحظة او احتاجوا حاجة او عيطوا عايزين يستحموا، عايزين يغيروا، عايزين نشيلهم، ابقى قاعدة مش شايلة الهم ان انا ورايا لسه مواعين وورايا مطبخ اخلصه وورايا حاجات اعملها ومش عارف ايه. فبخلص نفسي كده سريع سريع. انا كده كده حطيتهم في يعني النوعين دي برضو ايه، حطيتها في الغسالة وزودت عليها حاجات تانية بعديها. هم ما كانوش مواعين كتير، فايه شطفتهم كده شطفة سريعة بالليفة. ما دعكتش يعني وقلت ايه هبقى احطهم في الغسالة. بصوا انا بفضي بقى دايما ايه، ما بسيبش بواقي الاكل كده في الاطباق اللي هي اتغرف فيها، عشان ما يبقاش شكل الطبق مش حلو ويسد النفس. دايما لما نخلص اكل بفضي الاكل في اطباق نظيفة احسن، واغسل بقى الاطباق اللي اتوسخت. وهو دي اللحمة فضيتها كلها مع بعض، قلت عشان نغسل الصينية بتاعتها بالمرة. دي اللحمة اللي اتبقت، وبقيت السلطة الزبادي برضو فضيت طبقها. وقلت ايه عشان حطت الغسالة بالمرة. هتسألوني طبعا في ناس يعني انا اختي مثلا بتقعد تقول لي طب انت يعني هتغسلي في الغسالة وبتغسلي المواعين قبل ما تحطيها في الغسالة، طب لازمتها ايه الغسالة؟ لا يا جماعة، انا ما بغسلهاش غسيل، انا بس مجرد بنزل منها الوسخة اللي فيها. بدل ما اقعد انزل بالمعلقه، وانزل بالمنديل، ولا انزل مش عارف ايه. فهي بالليفه كده شطفه كده مره واحده. في حاجات طبعا انا بغسلها وبحطها، اللي بحطهم في المطبقيه دول انا مش هحطهم في الغساله. اللي بركنهم على جنب دول هم اللي يتحطوا في الغساله. فانا دايما بصراحه يعني مثلا الفلتر بتاع الغساله ده انا ما بغسلوش غير كل فين وفين، لان الغساله صراحه انا اديكوا شايفين انا ما بسيبش بواقي اكل
ولا في اطباق ولا في حلل ولا الكلام ده كله. بحط الحاجه شبه نظيفه، يعني اللي هو ايه، مجرد الغساله هتغسلها الغسله التمام دي وخلاص. انما لا بحط الاطباق ببواقي اكل، ولا بحطها بواقي صلصه مثلا متبقيه فيها، ولا الكلام ده كله. فعلى طول صراحة، أولا بتحافظ على العمر الافتراضي بتاع الحاجة، ثانيا نضاء، يعني مش هتغلبكوا بقى في التنظيف بتاعها والكلام ده. يعني أنا مجرد كل مثلا شهر بشيل الفلتر بتاعها، هنضف لو فيه وسخة، وما بيبقاش فيه وسخة والله خالص. في مرة هبقى بنضفها وهوريكم الوسخة اللي بتبقى في الفلتر عاملة ازاي. يعني انا ممكن اليومين اللي جايين دول ابقى انضفها، عشان انا بقالي كتير بصراحة ما نضفتهاش. بحط لها دورة خل وبغسل الفلتر وخلاص على كده، وهي بتبقى زي الفل ما فيهاش اي حاجة. كان عندي بقى جوافة في التلاجة، وكان عندي فراولة. يعني احنا بصراحة مش بناكل الفاكهة كده قوي، يعني لما بالذات لما يعني احنا بناكل الموز البطيخ الكلام ده، انما بالذات المانجا والجوافة والفراولة بنحبهم عصير. يعني انا جوزي بيعشق الجوافة، فكان جايب جوافة وقلت له هتاكل منها، قال لي لا مش ماليش مزاج. كان بقالي يومين عماله كل شويه اقول له يا ابني الجوافة هتبوظ، يا ابني الجوافة. في الاخر قلت خلاص انا هعملها عصير بدل ما هتفضل في التلاجة وهتبوظ. وانا كنت شايله اصلا في الفريزر برضو. انا عندي لما بتقعد كده كذا يوم ومحدش بيجي جنبها، بقوم مقطعاها كده زي ما انتوا شايفين 4/4، وحطها في كيس وشايلها في الفريزر، وفي اي وقت بقى بقوم مطلعاها اعملها عصير. بس فقطعتها كده وحطيتها في الشفشق ده. كده كده الشفشق ده اللي ايه، اللي هبقى مخليها فيه يعني. حطيت لها شويه سكر وشلتها في التلاجة. دايما انا بحب احط لها شويه سكر واسيبها شويه، ما بعصرهاش في ساعتها، بحسها احلى لما بتتساب شويه بالسكر. وبرضو طلعت الفراولة، كانت برضو هتبوظ. كان فيها حتت طرية كده، ايه بقيت اشيلها بالسكينة و... وشلت العنقود بتاعها دي، كان برضو بقالها يومين في التلاجة. بس انا ما كنتش غسلاها ولا منضفاها ولا اي حاجة. قلت برضو ايه هعملها عصير عشان ما تبصش. بس قطعتها بقى ونضفتها كده وغسلتها، وحطيت لها برضو شوية سكر وشلتها في التلاجة. قلت ايه كمان شوية ابقى اعصرها. بس هنا بقى كنت خلاص نضفتها كلها وخلصتها، شطفتها بقى بالمية كذا شطفة، عشان بقى الرملة اللي فيها لو فيها رملة ولا حاجة فلازم تغسلوها كذا مرة، مش هي مرة وخلاص. يعني انا حتى بعد ما غسلتها كده قمت سبتها في المية كده، وقمت نشلاها كده بايديا، حطيتها في طبق تاني عشان لو في البواقي اللي اللي بتبقى تحت في قعر الطبق دي برضو بيبقى فيها وسيخة وكده، ما تطلعش معايا يعني. بس شطفتها كده كذا مرة و... وحطيت لها بقى السكر، وقطعتها الأول، قطعتها مكعبات صغيرة، وحطيت لها شوية سكر وغطيتها بالستريتش وشلتها ايه في التلاجة. قلت شوية وهبقى اعصرها. بس هنا بقى طلعتهم من التلاجة، قلت ايه اعصرهم. بصوا الفراولة نزلت مية ازاي، وهي والجوافة. بصوا انا بعصر عليها عصرة ليمون، سواء دي او دي. هتقولي ليمون على الفراولة؟ اه يا جماعة ليمون على الفراولة عشان بيسود، عشان انا هعملها فراولة باللبن وعشان ما تسودش. وحطيت لها كيس فانيليا. الفراولة مش الجوافة، الفراولة هي اللي بتحط لها كيس فانيليا. حطيت لها كيس فانيليا وعصرة ليمون صغننة. يعني الجوافة حطيت لها نص الليمونة كاملة، او يعني اخدت منها النقطتين كده للفراولة، وحطيت الباقي، بقيت نص الليمونة على الجوافة. وحط لها كيس فانيليا، ده هيفرق في طعمها جدا جدا جدا. جربوا وقولوا لي، هيبقى عامل زي الميلك تشيك كده. بس عصرتها بقى الفراولة بالهاند بلندر، عايزين تعصروها في الخلاط براحتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه يعني. دي بقى كانت الجوافة. لما جيت اعصرها لقيتها تقيلة قوي وعايزة تتزود شوية لبن، واللي كان الشفشق صغير عليها، فضيتها في الطبق كبير كده، وزودت لها شوية مية وحبة لبن، وضربتها حلو. وقلت كده كده ايه هشطف الشفشق ده عشان ابقى صفيها في قلبي، يعني عشان هو الشفشق ده اللي هحطه فيها. بس فضربتها كده بالهاند بلندر، كل ما احس ان هي تقيله اقوم حاطه لها حبه لبن او حبه ميه، لغايه ما حسيت ان القوام بتاعها حلو. وخلوا بالكم هي لما بتقعد برضو على فكره شويه بتتقل، معرفش ايه السبب يعني، بالذات الجوافه لما بتقعد بتتقل.
بس وشلتها بقى في التلاجة، نضفت الشفشق كده وشلتها في التلاجة. بس كده يا حبايبي، ده كان فيديو النهارده واتمنى يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. استنوني بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هعمل فيه المعمول، هوريكم طريقتي وهوريكم انا عملته ازاي. وطبعا لو في اي حاجة عايزين تستفسروا عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم الحلوة. بس كده يا حبايبي، اشوف وشكم على خير وباي باي.